تعالي يا ست بكوبايتين ونص دقيق نملى البيت خير، نعمل الزلابيه ونعمل العوامه ونعمل لقمه القاضي، وما اقولكيش على الجمال والحلاوه. وانا دايما اقول لكم اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا. انا جبت حله حطيت فيها كوبايتين سكر وكوبايه ميه ونص ليمونه وكيس فانيليا عشان يدينا ريحه حلوه، ونسيبهم على النار لغايه ما يتقلوا معانا. ده الشربات بتاعنا، الشربات بتاع لقمه القاضي بيكون تقيل. تمام كده، خلاص احنا خلصنا الشربات بتاعنا كده وهنركنه على جنب لغايه ما يبرد. تعالي نشوف بعد كده هنعمل ايه بقى. تعالي نشوف العجينه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نزلت بكوبايتين ونص دقيق ونص كوبايه نشا، على فكره دول هيملوا لك الدنيا خير. وهننزل بمعلقه سكر كبيره وربع معلقه ملح كده صغيره ومعلقتين كبار خميره فوريه، ونقلبهم كويس قوي. قاعد ايه يا هلا؟ قاعد معلقه زيت كبيره والميه الدافيه. هتعجني الميه دافيه، هتنزلي بشويه شويه. والبنات اللي ما بيحبوش العجينه تلمس ايديهم ما تقلقيش يا ست، العجين مش هيلمس ايديكي. بالمضرب كده واعجني. عايزه عجينه متماسكه ما تكونش طريه قوي، عشان الزلابيه او لقمه القاضي لما بتختمر هتطرى معاكي تاني. فخلي عجينتك طريه ومتماسكه في نفس الوقت. خلاص انا كده عجنتها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، عجينه مطاطيه. قاعد ايه بقى؟ هاتي معلقه ولم طبقك كده، على راي ماما ربنا يديها الصحه والعافيه كانت تقول لي ايه، لم طبقك ما يبقاش ايه في ايه، يعني يبقى شكله حلو. تمام كده، حتى في العجين الحاجه بيبقى شكلها حلو. المهم ايه، لميت الطبق بتاعي بالمعلقه وهنغطيها ونسيبها تختمر. ممكن تشغلي الفرن شويه وتطفيه وتدخلي البوله بتاعتك، مش هتاخد معاكي ربع ساعه وتملى الطبق. تمام كده، بعد ما تختمر هرجع لكم تاني. ادي يا ست العجينه بتاعتنا اختمرت وملت الطبق بسم الله ما شاء الله. يلا بينا ايه بقى، نطلع الهواء. لازم الحركه دي يا جماعه، لازم اطلع الهواء من العجينه كده، اقلب تقلبتين كده عشان المسام بتاعت لقمه القاضي او الزلابيه ما تبقاش واسعه او تشرب معاكي زيت. ونجيب كيس حلواني كده اللي هو بنحط فيه الكريمه، هنعبي فيه ايه الزلابيه، ونحط الطاسه على النار تسخن شويه وما تخليش الزيت يغلى قوي. المهم هنعبي الكيس بتاعنا. دي البنات اللي ما بتحبش ايه العجين يلمس ايدها، ولو ان انا بحب اعمل لقمه القاضي والزلابيه بايدي على فكره، بس يلا هنعمل المره دي ايه بكيس الحلواني. ونروح للزيت بتاعنا يكون ايه متوسط الحراره، ما تخليش الزيت يغلى قوي عشان تستوي معاكي كويس. ونقص الكيس كده من قدام ونحط طبق جنبنا فيه ميه يا فيه زيت بارد اللي يعجبك، وانزلي بالمعلقه الصغيره فيه كده وارجعي خدي من القرطاس، مش هتلزق معاكي ولا حاجه، وهتطلع معاكي مدوره وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. ويا ريت اللي ما حطيتش لايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. شايفين الجمال والحلاوه؟ ادي لقمه القاضي او الزلابيه او العوامه اختمرت معاكي تاني في العجين وزي الفل وطالعه مدوره. ما اقولكمش على الجمال. احنا هنسويها نص سوا عشان الحركه دي بتخلي ايه لقمه القاضي مقرمشه من بره وبتطلع معانا من جوه ايه ما فيهاش عجين ولا حاجه. تمام كده، خلاص هفضل كده اسوي نص سوا كده واركن جنبي لغايه ما اخلص الكميه كلها. تمام كده، ولما نخلص الكميه كلها هناخد نصها وننزل في الزيت تاني ونقعد نقلب لغايه ما ناخد اللون الجميل بتاع لقمه القاضي. بيبقى لقمه القاضي كده لونها احمر كده وشكلها حلو قوي. تمام كده، هفضل انا كده لما اخد اللون اللي هتشوفوه معايا دلوقتي واديكم شايفين لقمه القاضي يعني على الجمال والحلاقه. الله على اللون اللي انا عايزاه ده، احلى لون كده لقمه القاضي. هنجيب الشربات بتاعنا وننزل فيه لقمه القاضي. الزلابيه زي نزلت شربات بقت لقمه القاضي تمام، لكن اللي بنحط لها سكر بودر دي الزلابيه، وبنعملها كبيره شويه على لقمه القاضي. فانا بقول لك بعجينه واحده اعملي اللي انت عايزاه. ادينا يا ستي خلصنا لقمه القاضي والزلابيه. دي لقمه القاضي اللي نزلت الشربات. ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ انا لقيت بنتي داخله عليا الطبق ما فيهوش كام واحده وبتقول لي ب 25 جنيه وعليه شويه شوكولاته. لا يا ستي، بكوبايتين ونص ملينا البيت خير. اللي حطيت لها سكر بودر دي الزلابيه، واللي انا نزلتها الشربات لقمه القاضي ونزلت عليها بشوكولاته نوتيلا اللي انا عملتها معاكم، خففتها بشويه ميه ويعني زينت الحاجه كده زي بره. فهقول لكم ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. ودينا مالينا البيت خير بكوبايتين دقيق. يلا نفتحها من جوه كده، الله مقرمشه من بره وشوفوا من جوه لا معجنه ولا حاجه وزي الفل. ويا ريت ما تنسونيش في التعليقات الجميله اللي بتديني طاقه ايجابيه وبتخليني اكمل معاكم. وعملنا احلى لقمه القاضي وزلابيه يا ستي من كوبايتين دقيق مالينا البيت خير، وبالهنا والشفا مقدما.